وسط ظلام الانترنت وانتشار المحتوى التافه ظهر لنا شخص من اعظم الاشخاص في التاريخ. الراجل ده هيحولك من شخص جربوع ومهمش وهيخليك تعلى بالليفل وتبقى باد بوي. الباد بوي. لو انت عديم الشخصيه ومقضي حياتك كلها انك تلغ وتنام زي الجحش هدور لك شخصيتك. لو انت ما بتعرفش تلبس ولسه بتسرق لباسه جدك عشان تعمل منها تيشيرتات اوفر سايز وتبروش، هيعلمك ازاي تلبس، وفي الاخر هيديك سر الكون على طبق من ذهب، الحاجه اللي انت بتحاول طول حياتك توصل لها، ولو وصلت لها هتموت وانت راضي عن نفسك، وهي ازاي تتعامل مع البنات. عشان تقريبا من وجهه نظره دول مش بشر زينا وما ينفعش تتعامل معاهم زي ما بتتعامل مع اي حد، لازم كتالوج كده معين يعلمك ازاي تتعامل مع البنات، واهم حاجه انه هيخليك حماده على وضعه. والشخص ده هو الدك مكاوي. بس ثانيه، هو الراجل ده راح فين؟ تقريبا كده الدك المفضل بتاعي ودع الملاعب ومات ريتشيا. بس النهارده انا جاي انقذك وجايب لك 3 شخصيات فيهم نفس صفات دكتور مكاوي عشان يصلحوا لك حياتك. اهلا يا بيه، اتفضل اقعد. يا جدعان وحشني بجد اقسم بالله. شكرا يا جدعان. معرفش احنا وصلنا كام سبسكرايبر، بس اكيد وصلنا حته حلوه. انا مبقتش متابع اصلا القناه بتاعتي. استنوا يا جدعان عشان عايز اقول الجمله اللي بتستفز كل العيال الصغيره. انا مش عايز حد يشترك عندي، وليك الشرف انك تشترك عندي. لما اظهر لك بس كده على موبايلك ده بيزودك نقاط ريسبكت في الحياه. شايف الواد اللي من كفر المطرح اللي نازل يجاهد عندي في الكومنتات ويقول لي برو انت لو مش فاهم ان انا بهزر تقدر دلوقتي تروح تدفن نفسك، محدش هيزعل عليك، مستوى ذكائك في الارض. بعد ما فقدنا دكتور مكاوي عرفنا قيمته وان هو راجل لا يعوض، فقررنا كده نصنع دكتور مكاوي جديد. فبمساعده ال3 شخصيات بتوع الفيديو النهارده كل واحد فيهم هيديك علم معين هو متميز فيه عشان في الاخر تبقى انت دكتور مكاوي الجيل الجديد. اول واحد معانا الراجل اللي هيعلمك ازاي يبقى عندك شخصيه. يعني لو انت بونبونايه القعده وكل ما تروح تقعد مع الشله بتاعتك يطلعوك مسرح اتفرج على الراجل ده، محدش هيعرف يجي جنبك تاني. الراجل ده هو الحقائق والتطور. انا عارف انك مستغرب الاسم شويه بس ما تستغربش، يعني انت مجرد بس ما تشوف اي فريم من فيديو ليه تعرف احنا فين يعني، فخلاص انت هتسامحه اكيد على اي حاجه هيقولها. ساب اي حاجه ممكن دكتور مكاوي يبقى اتكلم فيها وقرر ان هو يمسك في حته الشخصيه. يلا احنا عايزين نضرب. تلاقيه مثلا بيقول لك انت ليه بتفشل؟ ما سالتش نفسك انت بتفشل ليه؟ ليش انت بتفشل ليه؟ ليش بتعمل فينا كده؟ لانك قبل ما تعمل حاجه بتقول الناس. يا جدعان انا في حاجه خدت بالي منها جامده فشخ، مونتاج الفيديوهات بتاعته. انا مستعد ادفع الاف الدولارات اكتب له شيك كده بنص ثروتي بس يعلمني ازاي بيعمل المونتاج ده. مش كل الناس تتمنى لك التوفيق في حياتك، ما دام اللي انت هتعمله ده هو كويس ويرضي ربنا. كويس ويرضي ربنا. نقصله 10 درجات من مدرسه دكتور مكاوي. دكتور مكاوي كان بيصحى الصبح يشوف ايه اكتر حاجه حرام ممكن تتعمل السعادي ويعملها، وكان يطلع يقول لك بقى الشيوخ اللي بتقول لي ما قعدش بنات على حجري، وبالنسبه له انت ما قمتش من النوم عملت ال7 موبقات كده في يوم واحد، عملت مثلا 5 بس تبقى شيخ. ولو انت مش عايز تبقى فاشل اشترك في القناه. بس بقى اكلته عيش على قفانا كتير. يعني لو انت معاك سر النجاح ايه اللي هيخليك تقعد تعمل لي الفيديوهات دي، وايه اللي هيخليك تقعد في المكان عدوك الاول هو انت. ايوه انت تقول لي ده فلان يعمل كذا وكذا علشان يقلل من قيمتي، يقلل من قيمتي. هقول لك انت اللي بتحددها. يا جماعه انا صعبان عليا حاجه واحده بس، ان هو مفكر نفسه شبه الصور اللي هو بيعملها بالاي اي دي عشان يحطها في الفيديوهات. كلامك هيبقى اقوى. انت عايز كلمات قويه يعني انت بتاخدها البوس. ما تتحركش كتير، لو انت قعدت تتحرك كتير. اول حاجه طبق النصيحه على نفسك، لان انا بجد مش فاهم الحركه دي ممكن تخلي كلامي اقوى من انه اتجاه. انت عايز كلمات قويه فاهم، عايز مش فاهم عايز الكلمات دي انت بتاخدها البوس ولا بتعمل ايه؟ اوعى تقول لحد على نقطه الضعف. والله يا جدعان انا بعشق الناس اللي بتعمل نصيحه بديهيه فشخ، والله بديهيه فشخ مفيش فيها اي حاجه. يقوم قايل لك ان هو بيعمل مثلا محتوى تنميه بشريه او محتوى هادف. المشكله برضه ان هم شاطرين في ان هم بيعرفوا يخشوا لكم منين. يعني مثلا الشعب ده متاثر بالوهم شويه، برضه لو دخلت لهم الحته الدينيه هيقدم لك كل فروض الولاء والطاعه. برضه انا شفت فيديو لواحد اسمه الدسوقي كده، فيديو يعني من الاخر ان اخوه كان جاي يقول له ان هو المفروض يقوم يصلي عشان ده ميعاد الاذان، قال له صلي انت، انا معايا فلوس كتير مش محتاج. انت متوضي؟ لا. مش عايز تصلي؟ لا انا معايا فلوس كتير مش محتاجه اصلي. انا اعرف. في مقوله بتقول استفز اللي يستفزك. استفز اللي يستفزك واوعى تخليه يلعب في بيت. اكتر حاجه تستفز المستفز التداهل. هيقول لك لو الناس بتستضعفك تتصرف ازاي. انت لازم تعرف السبب. انت بتقعد تهزر كتير، الناس ما بتحبش الهزار. ايه يلا المعجم اللي انت جايب منه كلماتك ده؟ ايه مهزار دي؟ كلمات قويه كل برسيم قويه برسيم البوس ولا بتعمل ايه؟ تاني حد معانا اشيك راجل في مصر. لو عايز تتعلم فعلا ازاي تلبس المفروض تتفرج على الراجل ده، هو ده اللي هيخلي اي واحده حرفيا تشوفك معدي من الشارع يغمى عليها من جمال الطقم. هي ماما قالت لي ما تطلعش بره عشان البنات اللي بتشوفك بتموت من جمالك. وهو صلاح جينو. انا جاي من ورا الجاموسه يا جماعه. بص هو غريب حبتين، بيحاول يحزق يعني عشان يثير الجدل وخلاص، بس هو حرفيا بيحزق حزق من بتاع الحمام، لان هو مقتنع ان كل ما يبقى مقرف اكتر قدام الكاميرا كل ما دي حاجه مثلا هتجيب ريتش او هتثير الجدل. يعني مثلا هتلاقيه مره طالع بيشيل شعر صدره قدام الناس، مره ثانيه بيحلق شعره
شعر باطه، ومره ثالثه واقف في نص الفيديو بيقفل سوسته البنطلون. والله عرفنا انك مثير للجدل فشخ. انا جاي من ورا الجاموسه يا جماعه. قرر ان هو يروح لمحتوى دكتور مكاوي، عشان اكيد في الفتره اللي هو بدا فيها المحتوى ده كان مكاوي واكل مع الناس. هو حرفيا كان بيعمل ازمه اوتفيتات ممكن تشوفها في حياتك. انا جاي من ورا الجاموسه يا جماعه. كل فيديو بيطلع لك بطقم تحسه شحن السيزون في لعبه بابجي. قال ايه عريس الجن. غير كده يا جدعان ان جينو كان محتاج يتفرج على الجزء الاولاني اللي في الفيديو اللي هو بيعلمك ازاي يبقى عندك شخصيه، لان هو ما عندوش شخصيه بجنيه حرفيا. لو انت معدي من قدام اي فيديو ليه كده وفكرت انك تخش ترمي له كومنت تنكوشه مثلا، تلاقيه بينفذ كلامك بالحرف. يعني لو قلت له مثلا انت بتلبس البوكسر غلط المفروض تلبسه في دماغك، هيعيش بقيه عمره فاكر ان الكوتونيل ده مصنع كبات. لا ده ما بيتلبسش فوق. انا الجاموسه يا جماعه. I like this girl. اخ منك يا مشاكس انت يا قناص المحل. I like this girl. البنطلون كاجوال وهيناسبك لو سنك تحت ال30، لكن لو فوق ال30 بقى انت المفروض تروح تدور على اقرب دار مسنين يحجزك فيه عجوز يا مكحكح. عايز لبس ليه دلوقتي؟ طبعا الشكل كده غلط جدا. لو طولك شبهي اكيد محتاج تدخل سويت شيرت جوه. وايه الترانزيشن ابن ده؟ وليه كل اللي بيعمل المحتوى ده محدش فيهم بيعرف يمنتج؟ ده كده الفاينل لوك بتاع الاوتفيت. حاسس ان انا محتاج دلوقتي مكنه هوجن وارفع هورس وانزل ها. كل برسيم. كنت بقرا الكومنتات بفرحه لحد ما اكتشفت انكم بتتنمروا عليا. قال ايه عريس الجن. انا الجاموسه يا جماعه. اقتنعت ان ده فت عريس الجن. المشكله الحقيقيه ان كل الفتس اللي هنا دي كانت معموله ومتفصله مخصوص على السكين. احنا دلوقتي في زمن الباجي والوايد ليج. وتستغرب الشباب بايظ ليه؟ احنا بقينا في زمن الباجي والوايد ليج. هو نفس الانجليزي المخري بتاع دكتور مكاوي كده. انا الجاموسه يا جماعه. مفيش بنت هتاخدك لو لسه بتلبس اللوك كده. اقسم بالله البنات كلها بتكرش عليها بس انا كارفهم. بلاش اطلع قالع. مجتمعنا شرقي ولازم احترمه. بس ما حدش جه جنبك. مجتمعنا الشرقي مش هيتهز يعني لما انت تطلع قالع في فيديو. بص كاتب لك على سرته هنا عوره، احذر حقل الغام، ارحم ابونا يا عم الاتنشن. ما حدش مهتم ان انت اصلا عندك سره ولا ما عندكش سره. وما تنساش تعمل لي فولو. ايه رايكم بقى يا فتيات في ترهلاتي وفورمه ابو مازن السوري اللي انا عاملها دي؟ اقسم بالله عرفنا ان عندك معده. يعني انت حتى ما عملتش جسم حلو عشان تعمل الحركه دي. قرار ان احلق شعر صدري في مجتمع شرقي زي اللي احنا عايشين فيه كان صعب جدا. تعرفوا يا جدعان ان الكواكب كلها ما بتلفش حوالين الشمس، بتلف حوالين جينو، لان هو محور الكون. هو متخيل ان لما يشيل بس شعر صدره كده قيم الاسره المصريه هتتلخلخ، المجتمع الشرقي هيضيع بقى، الفتيات هتفتن بيه. محدش مهتم انك بتشيل شعر صدرك، يا تشيل شعر طويل. هخرج عن صمتي الكل. اخرج عن صمتي وريح لي والنبي وما تقوليش سرتك وانزل الجيم وشيل الموسيقى وتقعد كل شويه تهري لي في الكومنتات. هو ده صاحبك اللي انتوا بتطلعوه مسرح كل قعده بعد ما شاف مثلا فيديو تحفيزي قبل ما ينزل يقعد معاكم على القهوه. الفيديو اللي فات بكلمهم في موضوع مصيري، وزي ما حصل دلوقتي بالظبط كله ساب المشكله الاساسيه ومسك في صوره الشريف. وانتوا فعلا ناس محترم. ازاي عرفتوا هي مين ومن اول نظره؟ مالها في ايه؟ واضح ان هي انسه ومحترمه. هتحط فازلين على شفايفك، هتحرك بشكل غريب. ريست ان بيس دكتور مكاوي، الله يمسيك بالخير يا دكتور. ريحتك وحشه عشان بتلبس نفس الهدوم زياده عن اللزوم. ريحتك وحشه لانك ما بتهويش اوضتك كل يوم. ريحتك وحشه عشان ماشي على نظام الطيبات. كاره دنيتك وبيشتهي موتك، من ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك. لو مربيه فراخ في البيت خلاص اطفحيها انت وامك. حرفيا ده اكتر كومنت حقيقي شفته في حياتي. معانا تالت واهم واحد في الفيديو، هو ده اللي هياكلنا الشهد، قاهر قلوب العذارى والفتيات والقواصر والارامل فوق ال 65 سنه. اي انثى في الحياه عامه خلاص هي هتشوفه هتسيح على طول. هو محمد عبد العال. يا جدعان اللي اكتشفته ان الراجل ده معدي المليون مشترك على اليوتيوب، فانت متخيل ان في اكتر من مليون واحد عايشين حواليك في البلد بيتفرجوا على النوع ده من المحتوى. المشكله يا جدعان ان هم بيتعرفوا. يعني هو شكله كده مثلا عمره ما كلم واحده في حياته، مفيش واحده جت قالت له مثلا صباح الخير الساعه كام حتى. بس انا الصراحه مش فاهم الناس اللي بتعمل محتوى انت ازاي تشقوا بنات والحاجات دي. منين الشهاده اللي انتوا جبتوها ان انتوا خلاص بقيتوا بتعرفوا تتعاملوا مع جميع انواع الفتيات؟ عندك اللي مفيش افشل منه في الموضوع ده دكتور مكاوي، اللي كل شويه يطلع يقول لك ازاي تكلم بنات وازاي تشقط والكلام ده، وهو اصلا ما عرفش في حياته غير واحده بس اللي هي البت الهامش دي اللي بتطلع معاه في كل الفيديوهات. المهم يعني محمد عبد العال ده هو دكتور مكاوي، بس لو كان دكتور مكاوي فعلا، لو كان قاعد يدرس الحاجات دي، عشان هو بلاقيه طالع الصوره بتاعت الفيديو فيها كتاب معين، فمش عارف بجد انت بتقرا كتاب عشان تعرف تتعامل مع بشر؟ دول نوع من انواع البشر في الاول وفي الاخر. يعني لو انتوا مش عارفين، لو دي معلومه جديده يعني. تعالوا ناخد لفه كده يا جدعان على
صور فيديوهاته والعناوين بتاعتها. 4 اسرار نفسيه تجعلك تسيطر على اي بنت. في 2,300,000 واحد كانوا مهتمين بالحوار ده. تخيل انت كبنت في 2,300,000 واحد داخلين على فيديو عشان يعرفوا بس ازاي يسيطروا عليك. في الاخر يا جدعان بتزعلوا لما تتضربوا بالجزمه وتترفضوا، ما انتوا اللي مقللين من نفسكم يخرب بيوتكم. نقطه ضعف المراه، كيف تجعل المراه تدمن عليك. يا جدعان ما كفايه بقى يا جدعان المراه يا عم. انتوا متخيلين اصلا عشان واحد يوصل للمرحله ان هو يذاكر حاجه زي دي او يدرسها ويطلع يصنع عليها محتوى، هو قد ايه بائس في حياته؟ انا كنت مفكر ان ليفل البؤس هو دكتور مكاوي حرفيا، لما كان قايل لك خش ابعت ل 100 بنت ممكن واحده في الاخر ترضى تنزل تقابلك. هتقابل بنات كتير، تدخل تكلم 10 20 مثلا، ممكن 5 6 بس اللي يردوا عليك، ممكن من 5 6 دول 2 3 بس اللي تعرف تاخد نمرتهم، ممكن من 2 3 دول ممكن واحده بس اللي تنزل تقابلك. تخيل فرصتك 1% تبعت ل 100 بنت وواحده بس اللي ترضى بيك. سيعود مجددا. 9 علامات تؤكد انه سيعود اليك بعد الانفصال. يا جدعان في 927,000 مهمش شافوا الموضوع ده، كده هتخليه يتمنى انه يرجع لك. في 1,600,000 واحد مهمش وما عندوش كرامه. الفيديو ده المفروض يعني لو انت اتفرجت عليه هتخلي الشخص اللي قدامك يحبك بجنون. ده انا بعشقك. لما تيجي تدخل علاقه مع اي شخص ما ينفعش ان انت تتكلم عن نفسك كتير. علم النفس بيقول ان ده هيخليك تبان اكنك عايز تقنع اللي قدامك بيك. تصدق ما كنتش اعرف، انا اي حد بيقابلني جديد برص له السي في بتاعي حرفيا، بقعد اتكلم عن نفسي طول القعده. يا جدعان خدتوا بالكم من بدايه كل فيديو اللي بيقعد يعملها دي؟ هتلاقيه برضو كتب في السيرش كيف ان تصنع محتوى قصير على التيك توك مثلا، وطلع له واحد بيقول له انت لازم في اول الفيديو يبقى فيه هوك او حاجه تشد المشاهد، فهو شاف ان دي انسب طريقه ممكن يشد بيها المشاهد. لو بتحب بنت متردد وقلقان ان انت تقول لها، خايف ترفضك، اعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. اول حاجه انك تجمع معلومات عن البنت دي. بعد ما تجمع المعلومات دي عنها، كل اللي مطلوب منك انك تبين لها انك مختلف تماما معاها. المفروض يغير الكابشن بتاع الفيديو ده، بدل ازاي تعرف انها بتحبك خليه ازاي تبقى عليها. يعني ليه تبقى الدنيا سالكه كده وزي الفل وانا اطلع زي الخازوق؟ انا معترض. اذا كانت هي بتحب الخروج والانطلاق طول الوقت، اقول لها لا مانيش خارج، يلعب الخروج. بين لها انك بتحب عكس ده. بعدها تسال نفسك سؤال مهم جدا، هي فعلا متاقلمه مع اختلافات؟ معنى انها لما قالت لك انها بتحب جدا الخروج ولقيتها بتتاقلم مع اختلافاتك وبتقول لك مثلا بس تصدق عندك حق فعلا، الخروج طول الوقت مش حاجه حلوه ومرهقه. استحاله واحده تعمل كده غير لو كانت جينو بس من اكونت فيك. مفيش حد عنده ضعف الشخصيه ده غيره. لما تيجي تبدا شات مع حد، بلاش تبدا كلامك بجمل زي صباح الخير، سلام عليكم. نفس الكلام بالليل، بلاش تقول له تصبح على خير. تقدر تبدلها برساله ممتعه اكتر وفي نفس الوقت تستفزه بيها. روح نام، بلاش تفكير فيا كتير. بقول لك يا بنتي ما تخشي تنامي وتبطلي تفكري فيها كتير. بعتت ريكورد بركاتك يا عم محمد. كده انت بقى الواد الفجر الفشيخ اللي مفيش اتنين وانا احبك. يكون في شخص بيتجاهلك ويتجاهل رسايلك، ده اصعب شعور ممكن تحس بيه يا صديقي. النهارده هقول لك ازاي تخليه يندم ان هو ما ردش على رسائل. اول حاجه لازم تعرفها ان اللي هقوله لك ده خطه لازم تنفذها زي ما هقولها لك بالظبط. واول حاجه في الخطه انك تبعت رسائل للشخص ده لمده 10 ايام ورا بعض، ولازم تستحمل ان هو ممكن ما يردش عليك. احنا اتفقنا انها خطه. خلال ال 10 ايام دول عقله هيكون مبرمج ان هو يسمع كلام معين منك بشكل يومي، واول ما ده يحصل تختفي وما تبعتش رسائل لمده 3 ايام. ترجع مره ثانيه تبعت له نفس الرسائل الحلوه اللي كنت بتبعتها له تاني لمده 3 ايام تانيين. انا نفذت يا جدعان فعلا الطريقه دي، والمفروض الشخص اللي انا بحاول اخليه يرد عليا كل ده رد فعلا وبعت لي ريكورد. تعال نسمعه. في ايه يالا شغال زن انا يا عم مش عايز ارد عليك، واختفيت 3 ايام قلت يمكن حس على دمه، لكن البعيد مفيش من الاحمر عنده خالص. ما تبعد عن امي بقى يا عم انت. انا بزباله ان انا سمعت كلامك من الاول. في كومنت من ميرنا بتقول طب لو ببعت رسائل ما بتدخلش شاتي اصلا مع انه بيبقى فاتح الشخص ده. يا الله على التهميش. عندك جو هنا بيقول لك كتاب الله عملت كده بالحرف ولا اكني موجود اصلا. يا جدعان تعالوا احنا هنوفق راسين في الحلال دلوقتي. انا من رايي ان جو يتجوز ميرنا ويخلفوا لنا عيل مهمش صغير كده. الملك الصامت حاطط له وشوش عليها قلوب. يا جدعان خلاص عرفنا يا جدعان فئه فانزو عامله ازاي. عامه كل الناس اللي طلعت في الفيديو ده ممكن اصلا يتعمل عليهم فيديوهات كل واحد فيهم لوحده. لو عايزين اي جزء تاني من اي حد فيهم قولوا لي. بس كده يا جدعان يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو انت كملت الفيديو لغايه دلوقتي وعجبك فعلا المحتوى انزل اعمل لي اشتراك ولايك والحاجات دي. انا فعلا مش مهتم بيها غير لو انت فعلا عجبك الفيديو وعايز تتفرج عليا تاني، غير كده مش هقعد اشحت منك يعني. بس كده استنوني في فيديوهات جايه كتير. سلام.